مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة الطبخ والثقافة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم واحد الفيديو رائع لتحضيرات رمضان. هذه الفكرة هذه اللي إن شاء الله غادي تكون فكرة حصرية في القناة ديالي. وصفة رائعة ديال لي بانكيك غادي نقدمهم بطريقة صحية، ما فيهم لا سكر ولا دقيق، فقط غادي تشوفوا بواحد المكونات. فأجوا دخلوا إن شاء الله معايا باش تشوفوا الطريقة والمقادير. فاذا على بركه الله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقدم لكم هاد لي بانكيك بطريقه صحيه ما فيهمش نهائيا السكر. هذه فكره صحيه، نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها في هذه الفتره ان شاء الله ديال رمضان. كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي تقريبا 6 ديال حبات ديال التمر. تنحيد لهم طبيعه الحال العظيم ديالهم بعد ما تنمسحوهم مزيان من الغبره، ومن بعد كيف ما غتشوفوا معايا غادي نقطعهم طريفات صغار. وهنا غتلاحظوا معايا غادي ناخذ كاس ديال الحليب سخون بزاف، تيكون سخون قياس كاس ديال العنبه، وغادي نطحن هكا بهذا الهشوار الا كان ممكن، او لا ديروا في المولينكس او الطحانه الكهربائيه، وهكذا كطحنوه حتى كيتطحن داك التمر مزيان. اذا ها نتوما كتشوفوا معايا بعد ما طحنته مزيان غادي ناخذ دابا الصفايه ديالي وغادي نصفيه من داك القشور اللي تيكون هكا في التمر. فقط غادي نحتاج العصير ديال التمر. فصدقوني هذه فكره كتجي لذيذه وصحيه بزاف هكا الاطفال ديالكم. وكما تنقول لكم فهذا ان شاء الله حنا مقبلين على شهر رمضان، فدائما ان شاء الله غادي نبدا نحضر معكم هكا وصفات صحيه. فانتظروني ان شاء الله في قناه الطبخ والثقافه. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي ندير واحد المعلقه مع مرش ديال الفاني، وكذلك غندير شويش ديال الملحه. وهنا غادي نضيف واحد جوج البيضات في الحجم المتوسط. كذلك غادي نضيف تقريبا واحد 3/4 ديال الزيت العاديه او زيت نباتيه. واللي بغى بالقياس ديال المعلقه تقريبا عندي 3 ديال المعلقات كبار. صافي تنخلط هذا الخليط مزيان. وكما غتلاحظوا معايا بنفس القياس ديال الكاس ديال العنبه غادي نضيف هنايا الطحين ديالي اولا الدقيق ديال الزرع اولا القمح الكامل. وكذلك تنضيف واحد الخميره ديال الحلوى هكذا باش تيجينا خفيف وتيجينا هشيش. وتنحاول نطرب مزيان. ودائما خصنا نحصلوا على العجين اللي كنعرفوها ديال لي بانكيك خاصها تكون شويه ثقيله. فهنا غادي نضيف واحد كذلك نص كاس اخر. وانا دائما تنستمر في التخلاط هكا مزيان. اذا هذه هي النتيجه اللي خاصني نحصل عليها هكذا يعني بهذه الكثافه هذه باش كيجي معايا هذا البانكيك ناجح. صافي مباشرة بلا ما تنخليها ترتاح تنضيف هكا او تنوضعها عفوا فوق هاد المقلاة اللي كتكون طبيعة الحال سخونة. وتنحاول هكا نشكل الاحجام اللي انا تنبغي. انا درتها هكا في الحجم المتوسط. صافي تنخليوها غير شويه كتبدا تقبلي كيف ما شفتوا، من بعد تنقلبها. ها نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي هكذا محمره. وتنعاود نخليها تقريبا غير واحد ثانيه ونعاود نقلبها. وها نتوما كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي كنحصل عليها. اذا تنبقى هكذا تنستمر حتى كنكمل الخليط ديالي، ونتلاقى ان شاء الله معكم في الطبق ديالي النهائي.
اذا هانتوما كتلاحظوا معايا بعد ما كملت هاد لي بانكيك ديالي كاملين، هانتوما كتشوفوا درت هكا وحيدات صغيورين بهذا الحجم هكا صغار، فتيجيو يعني رائعين في المذاق وتيجيو صحيين. وهذا هو العصير اللي انا غادي نديرو يعني من الفوق، بما انهم صحيين فما غاديش نضيف لهم العسل، فغادي ندير هذا العصير ديال التمر، فهو كيتواجد في المحلات، وممكن انكم ان شاء الله غادي ندير معكم شي وصفه ديال العصير ديال التمر كيفاش تحضروه في المنزل. وهانتوما كتشوفوا هادو هما الاطباق ديالي النهائيه، كنتمنى ان شاء الله انهم يعجبوكم وتجربوهم هكا كما قلت لكم في هذه الفتره هذه ان شاء الله ديال رمضان اللي حنا مقبلين عليه، وكيجيو هكا مفشفشين وتيجيو لذاذ في المذاق ديالهم. وبالدرجه الاولى انا الاهم عندي انهم تيجيو صحيين، وكما قلت لكم ما فيهم لا الدقيق الابيض ولا كذلك السكر، فقط بالتمر وكما شفتوا معايا ودقيق ديال القمح الكامل. فنتمنى ان هذه الفكره تكون عجباتكم وتجربوهم. وانا هنا غادي نقطع لكم واحد الوحيده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. اذا هانتوما هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها، كيجيو هانتوما مجعبين من الداخل وتيجيو فتيين، فصدقوني انهم غادي يعجبوكم بزاف. انتظر ان شاء الله دائما التعاليق ديالكم، والى فيديو مقبل بحول الله، الى اللقاء.